ولد كان على طول ياخد حاجة صحابه، وبعد كده في يوم من الأيام حاجته بتاعته هو ضاعت. قعد يعيط 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 وكان زعلان جدا جدا جدا. جت المدرسة بتاعته قالت له انت كنت بتاخد حاجة صحابك، شفت انت تسببت ازاي في حزن ولاد كتير بسبب ان انت كنت بتاخد حاجتهم. معاكم ميس مرام في مشكلة كبيرة وحل بسيط. هكلمكم عن السرقة. السرقة ليها أسباب. أول حاجة إن أنا ما بخليش ابني يختار حاجته بنفسه. تاني حاجة الحرمان، ده موضوع كبير جدا وأكيد الطفل وقتها بيلجأ إن هو ياخد حاجة مش بتاعته. تالت حاجة الطفل اللي ما بيبقاش عارف إن دي حاجة بتاعته ودي حاجة مش بتاعته. رابع حاجة مال السايب يعلم السرقة. يعني أنا ابني لو شايف على طول وباستمرار فلوس موجودة في كل حتة، حاجات غالية مرمية، افتكر ان هي حاجة عادية ان هو ياخد منها عادي بسيطة، يعني ايه اللي فيها، ما هي مرمية. فهنا ما بيبقاش عارف ان الحاجات دي غالية. كمان الطفل لما يشوف المشهد ده سواء في التلفزيون او على الحقيقة، شاف واحد صاحبه عمله وما تعاقبش، شاف مثلا حد قريب منه سرق حاجة او اخد حاجة ومحدش شافه فحب يقلد السلوك ده، فطبعا دي حاجات بتعلم الطفل سلوك السرقة. طيب أنا ابني لو سرق أعمل إيه؟ أو عرفت إن هو بياخد حاجات مش بتاعته أعمل إيه؟ أول حاجة لازم هحطه في موقف مهم قوي هيعلمه الأمانة، وهو إن أنا أديله حاجة وأقول له الحاجة دي غالية عليا قوي، وأنا كمان شوية سواء يوم او 2 او وقت هاخدها منك، حافظ عليها اوعى تضيعها، خد بالك منها. طيب انا بقى بعد شوية لما هرجع لطفلي واقول له فين الحاجة اللي انا اديتها لك، لو اديها لي وسليمة وكويسة هقول له انت كنت امين وانا هكافئك على ده. فمن هنا هيبدأ يتعلم بس كده مفهوم الأمانة، إن هو يحافظ على الحاجة بتاعت غيره وما يبوظهاش، دي حاجة مهمة. طيب وعندي حاجة كمان، دايما لما أكون هجيب له حاجة أخليه هو يختار حاجته بنفسه، سواء هجيب له حاجة واحدة أو حاجتين أقول له أنت هتختار حاجتك بنفسك بدون تدخل مني. غير طبعا ان هو مش هيعلمه السرقة او ان هو يبص لحاجة غيره، كمان هيقوي شخصيته وهيبقى عنده ثقة في نفسه في اختيار حاجته. لازم اعلمه قيمة الامانة وان هو ما يسرقش والحاجات دي عن طريق القصص. اقرا له قصص بتحكي عن الامانة والاخلاص، واحكي له قصص بتوري ازاي الولد اللي بيسرق ده بيبقى مش حلو وان هو بيزعل صحابه منه، والحاجات ديت لازم يكون واخد باله منها واديها له بطريقه غير مباشره عن طريق القصص. طيب لو اني في يوم من الايام عرفت ان هو بيسرق وجا وحكالي ان هو بيسرق، اعمل معاه ايه؟ اخده بهدوء وطبطب عليه واقول له ما كانش ينفع تعمل كده، بس انت عشان تصلح غلطتك دي لازم ترجع الحاجة اللي انت اخدتها وتعتذر لصاحبها وتقول له ان انت ما كانش قصدك، واكافئك على كده لما تصلح الخطأ اللي انت عملته، اجيب لك حاجة كبيرة قوي وحاجة انت بتحبها قوي علشان انت عملت حاجة حلوة قوي. موضوع السرقة ده كان فيه كده موقف وانا صغيرة حصل. هو ما كنتش بسرق بس كان عندي بقى ايه حاجة كده، بحب الحاجات اللي بتنور، اي حاجة كانت بتنور كانت عيني بتنور كده ليها وكنت ببقى عايزة اخدها. مش حرمان يعني، الحمد لله ما كناش محرومين من حاجة، بس هو احساسك ان انت بتتشد لمثير معين، هو كان الحاجة اللي بتنور. ففي مرة كنت بلعب
بقعد مع بنت جارتنا وهي كانت اصغر مني، فلقيت عندها حاجه كده على شكل ميكي ماوس وكنت تبص عليها كده التنمر، عجبتني قوي قوي قوي. المهم ايه، اخدتها كده وانا مش قصدي ان انا اسرقها او حاجه، بس انا قصدي ان انا عايزه اخدها ليا. المهم لما دخلت لماما قلت لها ماما انا اخدت دي، فقالت لي هما ادوها لك؟ قلت لها لا. قالت لي طب يعني محدش قال لي خديها؟ قلت لها لا. قالت لي يبقى انت اخدتيها من وراهم؟ قلت لها بصراحه اه. قالت لي يبقى كده ما ينفعش، لازم لو عايزه تاخدي حاجه تستأذني. قالوا لك خديها تاخديها، قالوا لك لا يبقى ما ينفعش تاخدي. لو تيجي تقولي لي الحاجه الفلانيه عجبتني وانا اجيب لك زيها. طيب اعمل ايه دلوقتي يا ماما؟ انا عجباني البتاعه دي مش عايزه ارجعها. قالت لي ما ينفعش، لازم ترجعيها، يا اما كان هيقولوا عليكي كده ان انت بتسرقي الحاجه ومش هيدخلوكي تلعبي معاهم تاني. ووقتها فعلا ماما خبطت على جارتنا دي وقالت لها ان انا نسيت معايا اللعبه دي واديتها لها، وقالت لها معلش وخلاص ومفيش حاجه حصلت، وتوته توته خلصت الحدوته والموضوع ايه الحمد لله اتقفل على كده. بس العبره في الموضوع ده ان احنا لازم نحل موضوع السرقه ده بهدوء، مش بعصبيه ولا نحسس الطفل ان هو اجرم في حق نفسه. كنت معاكم ميس مرام، اقابلكم في مشكله كبيره وحل بسيط. تابعوني على الفيسبوك ميس مرام، وعلى اليوتيوب عاطف وعواطف مع ميس مرام، وعلى الانستجرام مرام أسامة.